كتاب مطماطة قرية تقع على قمة جبل، لا ينزل المرء منه إلا بمنفذ خاص، وهذا النقب جاء نتيجة الحفر. معروفين مطماطة، داك تشوفوها في الفيديوهات، عندهم بنايات آثار يعني تاع قرى حافرينها في الأرض، يعني تحت الأرض، في الجبال تحت الأرض يعني. وهذا النقب جاء نتيجة حفر. والمنازل من الداخل عبارة عن غرف، وهذه الغرف مبنية بالطين. ولغة السكان، اسمع يا حنوني، اسمع. ولغة السكان هي القبطية، فهي ليست البربرية ولا التركية ولا العربية، بل هي القبطية. وش يقول هنا بالقاسم سعد الله؟ استنتج هودسون أن هذه اللهجة ليست القبطية. قال لك هودسون اللي ترجم، ماشي صاحب الرحلة. استنتج أنها ليست القبطية، ولكنها لهجة بربرية متأثرة بالبونيقية، معناتها تخلطت هنا يبدا تبهليل خاوتنا، هنا يقلع تبهليل الأوروبي. هودسون هذا اللي ترجم يقلع تبهليل الأوروبي، ويسمع ناس يشبهوا الكلام تاعهم، يشبه شوية الشاوية ويشبه شوية مانيش عارف العربيه. اذا هذو خليط ما بين الشاويه والعربيه، هكا يفكروا هما اوروبي. ما يقولش باللي هذيك هي لغتهم، تشبه الشاويه وتشبه العربيه وتشبه كذا. ما يقولش باللي هذيك ماشي هاجينا. في بدايه القرن التاسع عشر في مطماطه ماهيش مدينه قال وين يدخل الداخل والخارج، منطقه معزوله الى حد بعيد. هذا وين بداو يعرفوها مليح، كيف اختلطوا بالاقباط واختلطوا بالبربر واختلطوا بالبونيق وكذا. لا هذيك هي لغتهم، وبك نسمعوا لغتهم اللي قال عليها هذا الغواطي، قال عليها باللي قبطيه، يعني نسبها الناس القبط. وانا قلت لكم خوتنا في لقاءات هنا، وهذه طايحين فيها حتى العروبيين يحسبوا ان القبطيه راحت، وهي القبطيه خوتنا كلام عامي شبيه بالكلام تاعنا، شبيه بعيد، يعني تركز مليح، وما هيش قبيليه وماشي امازيغيه ولا يحزنون، لهجه عروبيه كذلك وتفهمها. هذا الغواطي في بدايه القرن التاسع عشر وفهم باللي هذه قبطيه، لكن هودسون الاوروبي كي جا قال لهم لا هذه مخلطه. بالقاسم صاد الله مشى معاه، قال لك هذه مخلطه بالبربريه والبونيقيه. يعني البونيقيه واش هي ما على بالناش، هي لغه قرطاج راحت مع اهلها. قال لك هي اللي حنا اليوم راهي باقيه دارجه، يعني حنا